السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب طلاب الثانوية العامة في مصر كلها، معاك مستر محمد القاضي مدرس اللغة الإنجليزية. بإذن الله النهاردة مجهزين لك أهم الأساسيات اللي هتساعدك على إنك تتخطى الحاجات التراكمية اللي كانت واقعة السنوات السابقة. يعني لو أنت ما كنتش متأسس، الحاجات دي هتأسسك كويس جدا. ده بقى عايزك تجيب قلم وورقة وتسجل ورايا الجزئيات المهمة دي. طب لو أنا طالب شاطر، لا، الحاجات دي هتفكرك بحاجات بتقع من كل الناس، ولما بتيجي في الامتحان بيبقى عيب انك ما تعرفهاش. ركز معايا بإذن الله، احنا هنساعدك على الوصول للدرجة النهائية. انا هاخدك في رحلة في حاجة اسمها البيزكس، والنهاردة بيزكس 2 مهمة جدا جدا جدا. الحاجات اللي موجودة دي عايزك تركز معايا بقى. اهم حاجة في الانجليش بنسميها ايه؟ التنسس، الازمنة. واشهر زمن من الازمنة اللي احنا بنستخدمه على طول في الجرامر هي زمن اسمه زمن البريزنت سامبل، او بنقول عليه المضارع البسيط. ايه المضارع البسيط ده؟ عايز افهمك. هي الازمنه عموما هي الحاجه اللي احنا بنحطها للفعل عشان نفهم هو في انهي وقت. يعني البريزنت سامبل ده هو عباره عن ايه؟ بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن عاده. حد عايز يقول انه معتاد انه بيعمل فعل معين. مثلا واحد جاي يقول لي ان هما go to school by bus، بيروحوا الاتوبيس، بيروحوا الشغل بالاتوبيس. طب خلي بال حضرتك بقى، هل هما بيروحوا مره؟ لا، هو قصده ان دي هابت. يعني ايه هابت؟ عاده. يعني انا ممكن اجي في الجمله دي واقول لك ان ده بيحصل every day. يعني ايه every day هنا؟ كل يوم. طب ولو ما قلتش البريزنت سيمبل يدي نفس المعنى. ايه هو البريزنت سيمبل ده؟ تعالنا وانت ركز معايا. اولا البريزنت سيمبل هو عباره عن الفيرب في الانفينيتيف، الفعل في المصدر، يعني بدون اضافه. اي اضافه، اي اضافه. انا مثلا هقول كلمه بلاي، هقول كلمه ايت، هقول كلمه انجوي، كلها كلمات في الانفينيتيف، بس على شرط يكون السبجكت بتاعنا الفاعل اي او زي او يو او وي او اي اسم جمع. يعني انا بادئ الجمله هنا بزي، يبقى قلت الفعل زي ما هو. طب مستر، امال انا لو غيرت السبجكت ده ايه اللي يحصل؟ لا، يحصل حاجه تانية. يعني مثلا لو انا استخدمت هي او شي او ايت، اجي عند الفعل بتاعنا واضيف له اس او اي اس او اي اس. اول حاجه الاي اي اس. امتى نضيف الاي اي اس؟ انا عندي كلمه زي كلمه study، حلو، منتهيه study دي بايه؟ واي. قبلها ايه؟ قبلها حرف ساكن. يعني انا عندي جمله بادئه بحرف من الحروف الساكنه، يبقى عندي قاعده بتقول ساكن زائد واي تحول الى اي. تاني، ساكن زائد واي يبقى يسبقها حرف ساكن، ساكن زائد واي تحول الى اي، فبقى اسمها ستادس. دي كده عرفناها. طب هات التانية. امتى نضيف اي اس؟ لو كانت الكلمة منتهية باو او اكس او اس اس او سي اتش او اس اتش، يبقى انا عندي كلمة ايه؟ برافو عليك، ادي كلمة جو قلناها، يبقى she goes to school by bus. او لو جيت عند كلمة زي كلمة watch، هقول لك watch اخرها سي اتش، يبقى هنقول ايه؟ ها، watches. برافو عليك. طب نضيف اس امتى؟ مع جميع الافعال، يبقى stays، بقول walks، يبقى الجملة واضحة هي. يبقى مع الهي والشي والإت واي اسم من الاسماء المفرد بنضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس. طيب الحالة التانية احنا بنقول ده رقم واحد الجملة في الإثبات. طب لو أنا عايز أحط رقم 2 الجملة في الإيه؟ النفي. برافو عليك، النيجاتيف. مع الهي والشي والإيت بستخدم doesn't، مع الآي والزي والوي واليو بستخدم don't. بس ملحوظة، لو حبيت استخدم بدل don't أو doesn't كلمة مين؟ never. ببص على الفاعل، لو الفاعل بتاعنا هي أو شي أو إيت باجي عند الفعل واضيف له اس او اي اس او اي اس. تعال ركز معايا هنا. انا بقول لك ان هي هو doesn't eat much، هو ما كلش كتير. تمام. طب لو قلت هي ورحت بدلا من doesn't
استخدمت كلمة اسمها never. برافو عليك. هتيجي عند كلمة eat هتعمل ايه؟ هبص على الفاعل لقيته هي، فالتوافق بتاعه هنا هيبقى اسمها ايه؟ ايوه he never eats much. هو عمره ما كان كتير. يبقى الجملة هنا واضحة. لما استخدمنا كلمة never تأثر الفعل عندي به. تأثر الفعل يا شباب به. أما لما كان موجود doesn't جينا بعد doesn't حطينا الفعل في الايه؟ في المصدر. برافو عليك. طب تعالى ركز معايا في الخطوة اللي بعد دي. لو جينا عند تالت خطوة الاستفهام، أنا بتكلم عن السؤال. في السؤال بستخدم حاجة اسمها ايه؟ do أو does. do أو does فاعل والمصدر. هات لي سؤال في المضارع. أنا بقول لك do you enjoy؟ هل أنت بتستمتع؟ تمام؟ do you enjoy مثلا eating pizza؟ وأنت بتاكل البيتزا بتستمتع؟ تمام. طب لو جيت قلت لك does، تعال نشوف does إيه اللي هيحصل. هتبقى does جاية مع مين؟ برافو عليك، مع الهي والشي والإت. does he اقول works؟ قال لي لا. برضو بعد does ياتي الفعل في الايه؟ في المصدر. يبقى does he work here؟ هل هو معتاد يجي يشتغل هنا؟ يبقى مع السؤال بستخدم do او does فاعل والمصدر. do او does فاعل والمصدر. النوع الرابع، لو حبيت احط الجمله مش اكتف، مش زي اللي فوق دي بادئه بسبجكت، لا حبيت احطها معكوسه، يعني بدات بالاوبجكت. فهعمل ايه؟ لو بدأت بالمفعول وانا تخيل مثلا انا بقول لحضرتك ان ذا لتر الجواب دون احنا دايما بنقول ان هو بيتبعت. هل الجواب بيتبعت لوحده؟ لا، ده كده اسمه ايه؟ اسمه مفعول. لو بدأت جملة بمفعول بستخدم am او is او are واحط الفعل بتاعنا في الباست بارتيسيبل. يبقى هقول لك الليتر هنا is sent. الجواب ده بشوفه او بيظهر لي every day، كل يوم يجي جواب the letter is sent every day. يبقى الجملة هنا واضحة present simple. طيب هتفق انا وانت على حاجة. البريزنت سيمبل ده بنستخدمه لما نلاقي كلمات تدل على ايه؟ واحد، كلمة زي كلمة usually او اي كلمة تدل على عادي. لا يا مستر، واحدة ركز معايا في الحتة دي كويس. انا وانت بنقول ايه؟ لو انا حبيت اتكلم عن الحتة دي بالتفصيل اكتر، انا عندي هنا ايه؟ البريزنت سيمبل. انا وانت اتكلمنا دلوقتي وقلنا ان البريزنت سيمبل دون المضارع البسيط ليه استخدامات 3. اولا هو يعبر عن ايه؟ التكرار، الريبيتيشن. طب ركز معايا. اول حاجة لو عندي في الجملة حاجة اسمها هابتس، عادات. واحد بيقول لي ان هو عادة، هو دائما، هو sometimes يعني احيانا اللي بيحصل هو بيحصل له ايه؟ works at night، بيعمل بالليل. حلو. هو دائما قال لي لا، ده هو sometimes، يبقى دي habit، عادة. طب ايه تاني يا مستر؟ ساعات تيجي مع حاجة اسمها الفاكتس، يعني الحقائق. يعني ايه يا مستر الحقائق دي؟ انا بكلمك عن حاجة زي ذا سن، الشمس، فقلت لك ان الشمس دي بتشرق كل يوم الساعة 7. قال لي دي حاجة ثابتة. طب انا عندي هنا الهابتس او الفاكتس. او ساعات اكلمك عن حاجة اسمها التايم تيبل، او بنسميها انا وانت المواعيد الثابتة، المكررة، الإجبارية. لما حضرتك تلاقي ميعاد مثلا زي ميعاد القطر ذا ترين، ونقول لك انا وانت ان القطر ده arrives، يصل at 7، يصل الساعة كام؟ 7. برافو عليك، ده ميعاد إجباري مكرر. أو بتكلم مثلا عن ميعاد الامتحان، يبقى هنا the exam اللي بيحصل له starts، بيبدأ at 9، بيبدأ الساعة كام؟ 9. يبقى أنا وأنت بنتكلم إن البريزنت سيمبل يعبر عن الريبيتيشن، يعني التكرار. وخدنا حاجة اسمها الهابتس، وحاجة اسمها الفاكتس، وحاجة اسمها التايم تيبل. كل دي حاجات ثابتة دايما تيجي مع البريزنت سيمبل. تعال نرجع للشيت بتاعنا تاني
ونبص على الملزمة بتاعتنا هلاقي في حاجة اسمها الكلمات الدالة. الكلمات الدالة دي زي ما انت شايف كده، كلمة زي كلمة مثلا never و-ever، في كلمة زي كلمة seldom يعني نادرا، everyday، كلها كلمات مهمة. عايز بس اقول ملحوظة، الكلمات الدالة على زمن البريزنت سيمبل مثلا زي كلمة always، هنا دي جت فين يا مستر؟ قال لي جت قبل الفعل. I always come late. لاحظ ان هي جت ادي الفعل بتاعنا اهو، يبقى تأتي الكلمات الدالة عن العادات قبل الفعل. طب لو الجملة الفعل بتاعها الاساسي am او is او are اللي هو verb to be، تأتي الكلمات الدالة على العادات بعد am او is او are، بعد am او is او are. برافو عليك. طب ركز معايا، حاجة برضه هقولها ثابتة، لما يجيب لك اسم جمع الفعل بتاعه ما بنضيفلوش حاجة. التيتشرز work at ايه؟ at school. تمام. طب تعالى انا وانت لما نتكلم عن حاجة اسمها الحقائق والعادات والقوانين الطبيعية، يبقى انا برضو بستخدم present simple. كل ده كلام كلنا عارفينه. يبقى البريزنت simple واضح جدا جدا. طيب قلت انا وانت البريزنت سيمبل الزمن الاساسي يستخدم في الهابتس، في العادات الرئيسيه، حاجات بتتكرر. طب افرض حاجه انا عملتها وخلاص خلصت وما كررتهاش، يعني حاجه تمت وانتهت ومشيت، عملتها بقى امتى؟ في الباست. بنسمي اول باست عندنا اسمه الباست سيمبل او زمن الماضي البسيط. مين هو الماضي البسيط ده؟ الماضي البسيط ده بيقول لي مع كل الضمائر. كل الضمائر يعني الاي والزي والوي واليو والهي والشي والايت، بنحط الفعل بتاعنا في التصريف الثاني. يعني ايه يا مستر التصريف الثاني ده؟ كلمة بلاي لو عايز احطها في الماضي يبقى الماضي بتاعها اسمه ايه؟ بلايد. طيب انا عايز احطها في التصريف الثاني، كلمة دو ماضيها ديد، كلمة سي ماضيها سو، كلمة ميك ماضيها ميد، كلمة جو ماضيها went، يبقى ده اسمه التصريف الثاني للفعل. بعض الافعال الريجولار يعني افعال غير منتظمه زي الافعال اللي قدام حضرتك دي، عايز احفظها كلها هتلاقيها في القاموس في الصفحه رقم 4 و5 و6 و7 و8. مهمين قوي، لازم تبقى عارفهم كتأسيس. التصريف الثاني يعني ايه؟ يعني تاني تصريف للفعل. انا عندي دو ده تصريف اول مصدر، اما ديد ده التصريف الكام؟ التاني. يبقى زمن الماضي ده يعبر عن حدث تم وانتهى ومشي. طب بيحصل شكل الجملة ايه؟ زي ما انت شايفها كده، الجملة في التصريف الكام؟ التاني. لو انت هتضيف لها اي دي زي ليف تبقى ليفد. لو هتحول الجملة شوية برضو لو كلمة اخرها واي هتحول الجملة بتاعتي الى اي اي دي. كلمة واتش تبقى واتشد. طب ناخد بالنا من حاجة، لازم استخدم الماضي لو لقيت كلمات الماضي زي yesterday النهاردة، لا امبارح، last night او last week او last month. تمام. او يا مستر استخدم اي كلمة من كلمات الماضي زي ago، زي then، زي when، زي how long. زي ما استخدم كلمة زي كلمة in، مهمة قوي، in تدل على الباست سيمبل، يبقى انا ركز على ده. طب خلي بالك تاني حاجة، لو عايز انفي الجملة بستخدم كلمة ايه؟ didn't ومعاها المصدر. يعني لو انا قلت لك ان he ايوه he didn't play يبقى هو ما لعبش. طب لو انا عايز استخدم بلاي هنا في النفي من غير didn't اقولها ازاي؟ هستخدم كلمة never. برافو عليك، هتبقى never ايه؟ never played. برافو عليك كده. يبقى في النفي استخدمت يا didn't يا never، مع didn't مصدر ومع never بستخدم الفعل في التصريف التاني. طب هات اللي بعدها رقم 3. في الاستفهام بستخدم مين؟ بستخدم did والفاعل برضو زائد المصدر. خد بالك رابع نقطة، وأغلب الأزمنة عندنا متكونة من كام حاجة؟ من 4. برافو عليك. لو بصيت على الجملة عندي هنا في المبني للمجهول، أنا لو قلت لك إن أنا عندي مثلا بروجكت مشروع والمشروع ده بدأ خلاص، فبقول عليه إزاي؟ إن هو was started، المشروع بدأ.
يبقى هنا بستخدم was أو were وبحط الفيرب في الباست بارتيسيبل، تصريف كام؟ تالت. طب تعالى كده أنا وأنت نبص على حاجة مهمة جدا. اسمح لي أضيف حاجة لحضرتك مهمة قوي. إيه هي؟ أنا وأنت بنتكلم على إيه؟ لو أنا جيت قلت لحضرتك إن أنا عندي مجموعة من التعبيرات والتركيبات اللي هي هامة جدا في زمن الماضي. مين هم التركيبات والتعبيرات دي؟ واحد، أول تعبير من التعبيرات دي كلمة I wish. I wish I، يا ريتني I traveled. واحد بيقول نفسه يا ريتني سبت البلد. now، الآن. هو بيتكلم مع نفسه الوقت. طب هو عمل الحاجة؟ لأ. ده بنسميه أنا وأنتوا يا شباب unreal past، يعني تخيل. هو أنا بتخيل إن يا ريتني كنت سافرت. يبقى مع I wish بستخدم ماضي. مع I wish بستخدم ماضي. برافو عليك. يبقى أول تركيبة تركيبة I wish. طب خلي بال حضرتك، هو أنا ينفع مع I wish يا مستر أستخدم present؟ لا. لكن ينفع أقول لك I wish I had traveled، يا ريتني كنت سافرت. بس هنا هستخدم كلمة زي كلمة yesterday أو كلمة زي كلمة last year، العام الماضي. خد بال حضرتك دايما مع I wish بنزل درجة. يعني أنا بقول I wish I traveled now، يا ريتني سافرت دلوقتي. هو بيتكلم على دلوقتي، يا ريت الحاجة كانت حصلت زمان، هي ما حصلتش. أما هنا بيقول إيه بقى؟ ده اسمه أسلوب الندم. هنا أسلوب اسمه أسلوب التمني. يبقى هنا معناها أنا أتمنى، أما هنا معناها أنا أندم. I wish I had traveled yesterday. استخدمت حاجة اسمها إيه بقى؟ برافو عليك، ماضي تام، past perfect، عشان أنا هنا أصلا نزلت درجة عن yesterday أو عن last year أو عن حاجة اسمها الماضي. تاني تركيبة عندنا من التركيبات المهمة هي تركيبة برافو عليك it's the time، ودي اللي جت أصلا 2019 دور أول. it's the time I worked، في مثل هذا اليوم أو في مثل هذا الوقت أنا كنت بعمل. طب تالت تركيبة، لو بدأ الجملة بكلمة it's بمعنى إنه وحط معاها مدة زمنية، يعني it's 3 days، من 3 أيام، وراح حط كلمة since بمعنى منذ. قال لي دايما بعد since يستخدم past simple. it's 3 days since I worked، من 3 أيام أنا اشتغلت. يبقى هنا الحدث بتاعنا past simple، ماضي ايه؟ ماضي بسيط. برافو عليك، ده هنا ماضي بسيط. الماضي البسيط بتاعنا دوام تركيبته الفعل متضاف له دي جاي بعد مين؟ جاي بعد since. يبقى دايما قاعدة اسمها it's ومدة since وماضي. برافو عليك، it's ومدة since وماضي. it's ومدة since وايه؟ وماضي. خد بال حضرتك، واحد راح قضى 3 أيام في الساحل، فبيقول لي it's ايه؟ it's 3 days، من 3 أيام since I traveled، أنا سافرت من 3 أيام ومش عايز أرجع. يبقى أنا عندي أول 3 تركيبات، 1 I wish، 2 it's the time، 3 it's وإيه؟ it's وsense. طب تعالى نروح لحضرتك أنا كده برضو. يقول لي يا مستر لو حبيت أنا وأنت نفتح كمان صفحة غير دي. التركيبة الرابعة، رابع تركيبة عندنا إن أنا أستخدم I would rather أو I would prefer، وهنا برضه هستخدم معاهم past simple I would rather I traveled. التركيبة رقم 5 وهي مشهورة قوي، استخدام كلمة when. وخد بالك لو انت استخدمت مع when حدثين في وقت واحد، يعني when I opened، لما انا فتحت الباب I found him، هنا حدثين في وقت واحد، لا يوجد فارق زمني، عشان ما فيش فرق زمني بين الحدث الاول والحدث الكام؟ التاني. فاستخدمت past simple، او ساعات بستخدم تركيبة مع when اسمها when I was young، عندما كنت صغير I smoked، حد علمني اشرب سجاير. يبقى الوقت ده حد وهو صغير حد علمه، في الحدثين برضه في وقت واحد، دي ذكريات. يبقى خد بالك استخدامك كلمة when
استخدامك I would rather. ساعات طبعا بنستخدم كلمة زي كلمة once معناها ذات مرة، او ساعات نتكلم انا وانت عن شخصية مش موجودة. شخصية مش موجودة، قال لي مات، شخص مات يا مستر. الشخص اللي مات ده بتكلم عن احمد زويل. لو انا بقول لك احمد زويل، احمد زويل discovered ولا discovers؟ قال لي اكيد discovered لانه اكتشف خلاص ومش هيكتشف تاني، الراجل الله يرحمه. يبقى انا وانت عارفين ان الباست سيمبل يتحدث عن شيء كان موجود وخلص، مش موجود وسطنا دلوقتي، انتهى. طيب تعالى وانت نروح بقى للقاعدة من القواعد المهمة جدا بعد الباست سيمبل ده، لو ركزت معايا فيها. بس انا عايزك تفتكر احنا درسنا البريزنت سيمبل اللي بيعبر عن العادات والمضارع والحاجة اللي بتحصل قريب، ودرسنا الوقت الباست سيمبل اللي بيعبر عن حاجات مشيت وانتهت. فانا عايزك واحدة واحدة عن نفسك، خد نفس كده واشرب شوية مية وتعالى معايا بقى نخش على الفكرة اللي جاية دي. درسنا انا وانت في المراحل السابقة درس اسمه الفيوتشر. الفيوتشر ده موجود اولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة ثانوي، تالتة اعدادي. يعني لازم تبقى عارف ازاي اكسبريس اباوت فيوتشر، ازاي تعبر عن الفيوتشر. اول شكل من اشكال الفيوتشر كلنا عارفين. انا عايز اتكلم عن الفيوتشر فبستخدم كلمة مين؟ ويل. برافو عليك. بقول I expect، انا بتوقع ان I will travel. ثواني، هو هنا سافر ولا بيتوقع؟ طب والتوقع ده بدليل ولا بدون دليل؟ قال لي ده توقع بدون دليل. لما يكون كلامك without evidence وانت بتقول لي ان انت expect يعني بتتوقع، انا بتوقع ان انا بدون دليل اهو، زي I am sure انا متأكد، I hope انا بأمل، او بريدكت يتنبأ، او بيرهاب. كل دي كلمات تدل على ايه؟ تدل على ان عندنا تنبؤ بحدث ليس له دليل. مثلا I think my brother will be a doctor. اعتقد اخويا هيبقى دكتور. He is very clever. هو شخص ماهر. حبيبي هو دخل الثانوية العامة وطالب ذكي وانت شايف انه عنده سكيل ان هو ماهر، مش دليل انه يبقى دكتور. يمكن يتعرف على واحدة في الدرس فمستقبله يضيع، فالمهارة بتاعته ملهاش لازمة. فخلي بال حضرتك، انت بتتنبأ بشيء ممكن يتلخبط. ما هو في طلبة زي الفل بس بيحصل لها حاجات غريبة. حافظ على نفسك يا ابني. فهنا بيقول لي you should take an umbrella it will probably rain. احتمال المطرة تمطر، احتمال واحتمال. هو قال هنا مؤكد، ما دام احتمال يبقى كلام تنبؤ بدون دليل. I expect I'll see you at the weekend، او don't worry I am sure. خلي بال حضرتك، يبقى واضح هنا جدا استخدامات البعض التعبيرات اللي بتدل على اني هستخدم ويل. يبقى ويل تستخدم رقم واحد لو في تنبؤ بدون دليل. انا شفت واحدة بقول لها you will win، هتكسبي $1 مليون. البنات بتصدق، تقول لها انت بقى I will come tomorrow to your mother، انا جاي بكره لماما. تصدقك وتقعد بقى تحكي. لكن هو بيقول كلام بدليل ولا بدون دليل؟ بدون دليل. تاني حاجه، تعال نروح للفكره اللي بعدها، الحقائق المستقبليه واشهرها العمر. دايما واحد بيقول لي I'll be 16 next week، سني هيبقى 16 سنه. هو هنا بيتكلم عن عمره اللي جاي فبيستخدم will. طب لما اكلم حضرتك عن حاجه اسمها quick decision، I will answer، انا هجاوب على التليفون. هنا بيقول لي the phone is ringing، التليفون بيرن. يبقى ده هنا بدون خطه. هل الكلام بخطه؟ قال لي لا، بدون خطه. يبقى لما يكون الكلام بدون خطه بستخدم will. في العرض، بعرض حضرتك I will go shopping، هروح معاك للشوبينج، يبقى ده عرض. الوعد I promise، اوعدك I want to tell anyone، بتوعدك مش هتقول لحد، هتقول لكل الناس. هنا بيقول لي study hard or you will get few marks، هنا ده اسمه التهديد. لو ذاكرت لو انت ذاكرت بجد هتحصل على درجات كويسة. طب لو ما ذاكرتش ممكن تحصل على درجات قليلة، فهنا حالة من التهديد. طبعا قاعدة if في الحالة الأولى اللي هي اسمها if والمضارع، برافو عليك، يجي معاها will والمصدر. يبقى will بتيجي مع السبع حاجات اللي احنا بنقول عليهم دول. طيب تاني واحدة
going to. امتى استخدم going to يا مستر؟ بدلا من will. هي برضو معناها هنا هيبقى ايه؟ سوف. لما الاقي كلمة زي I plan معناها انا اخطط. لما الاقي كلمة زي I arrange انا ارتب. كلمة I intend انا انوي. اي واحدة من دول بتدل على ان الشخص ده عنده تجهيز لخطة. النهاردة واحد جاي يقول لحضرتك انا ناوي اشتري شقة، يبقى اشترى؟ لا، بس بيجهز. ناوي اخطبك، ناوي اخطب، هو going to. ما دام قال انا ناوي يبقى I just read the weather report. انا قريت تقرير الطقس. It's going to be sunny. يبقى الجو هيبقى مشمس. هنا ده اسمه ايه؟ كلام بإيفيدنس، يعني بايه؟ بدليل. طب بص على امثله الامتحانات دي. بيقول لي there are no clouds in the sky. It's going to be another sunny day. هناك شايف سحب سوداء كتيرة، احتمال يبقى يوم مشمس. أو I'm going to have lunch with friends tomorrow. We are going to meet the restaurant at وراح حاطط لي وقت محدد. خد بال حضرتك، أنا هنا بتكلم إن إحنا عاملين تجهيز، عندنا إعداد. بس خلي بالك بقى، الإعداد ده إعداد إيه؟ بعيد ولا قريب؟ قال لي إعداد إيه؟ قريب، عشان كده استخدمنا going to. طب انا وانت لو جينا استخدمنا اعداد بعيد، يعني ايه اعداد بعيد؟ يعني انا بقول لك احنا مجهزين ان احنا خلاص مسافرين وجهزنا الحاجه بتاعتنا. يعني قلت لك we have arranged everything، احنا جهزنا كل شيء. يبقى استخدم am و is و are والفيرب بعد ما تضاف له ing، اللي هي الفكره اللي جايه بقى. اسمها ايه يا مستر دي؟ البريزنت كونتينوس او زمن المضارع المستمر، اللي هو بيجي لما يكون تم الاعداد لها من قبل. انا بقول لك I am traveling to Alex، انا مسافر خلاص. I have got the tickets، انا معايا التذاكر. بنطبق القاعده دي لما تكون حاجه قريبه خلاص تم الاعداد لها، او ساعات بتطبق مع حاجه اسمها مواعيد شخصيه. مواعيد شخصيه يعني انا بقول لك ايه؟ انا هقابلك الساعه 5. طبعا انا اكيد مش بقول كلام عشوائي، انا بقول لك ان انا هقابلك الساعه 5، يبقى انا حطيت بلان، انا حطيت خطه خلاص، يبقى انا خططت وخطتي في مرحله التنفيذ. برافو عليك. طب لو جينا عند حاجه اسمها البريزنت سيمبل اللي لسه دارسينه من شويه. البريزنت سيمبل ده بيجي مع المواعيد الثابته. ايه هي المواعيد الثابته؟ ميعاد الكورس ستارتس هيبدا في شهر ايه؟ اكتوبر. هنا بيقول لي يا مستر الفيلم ستارتس ات 7، هيبدا الساعه 7. يبقى انا وانت عارفين ان المواعيد الثابته او بنسميها مواعيد اجباريه. طيب اقول لك كلام في سرك، المواعيد عموما ما بتجيش مع ويل، لا المواعيد الشخصيه ولا المواعيد اللي خاصه باشياء. لو اشياء بستخدم معاها بريزنت مين؟ سامبل. ولو مواعيد شخصيه بستخدم معاها بريزنت ايه؟ كونتينوس. برافو عليك. يبقى المواعيد الشخصيه اللي انا بجهزها بقول ام واز وار والفيرب بلس اي ان جي. اما المواعيد اللي خاصه بالاشياء بقول معاها بريزنت سامبل، يعني بنضيف للفيرب اس. برافو عليك كده. ركز معايا بقى. خدنا انا وانت البريزنت سامبل وخدنا دلوقتي الفيوتشر. اربط ما بين الاتنين ازاي؟ لما احب اربط قال لي اي رابط هتحطه زي when او after او as soon as او before. القاعده بتاعته الاولانيه ينفع استخدم معاه بريزنت سيمبل مضارع بسيط كجمله اولى وبعدها احط الناحيه الثانيه فيوتشر. فقاعده بتقول بنربط برابط المضارع والمستقبل، بنربط برابط المضارع والمستقبل. برافو عليك. until الوحيده اللي لما تيجي تربطها هتحط بعدها مضارع وقبلها مستقبل منفي. مستقبل منفي. برافو عليك. طب بص على الجمله دي. after يعني بعد ما I finish، بعد ما انا هخلص العاده بتاعتي ان انا احل الواجب. I am going to watch some TV، هتفرج على بعض البرامج في التلفزيون. برافو عليك. يبقى انت النهارده خدت معايا وجبه صغيره كده اسمها بعض الازمنه. خدنا البريزنت وخدنا الباست وخدنا مين دلوقتي؟ برافو عليك، خدنا الفيوتشر. طب عايزك تركز معايا بقى، واحده من الفنيات العاليه قوي. البريزنت سيمبل ده ليه بريزنت اخوه اسمه بريزنت كونتينوس، زمن المضارع المستمر. انا وانت اتكلمنا من شويه ان البريزنت سيمبل الفيرب في الانفينيتيف او الانفينيتيف بايه؟ باس، اللي هو احنا بنضيف له اس مع الهي والشي والايت. وقلت ان انا بستخدمه مع الحقائق والعادات. بس بيقول لي ملحوظه، ركز بقى في الحته دي عشان انا عايزك تركز معايا.
بعض الافعال ما ينفعش اقول ان دي هتتحط في زمن مستمر. يعني مفيش حاجه اسمها اجي اقول لك ايه، على فكره انا حددت لنفسي ان الساعه 7 I am loving you، هحبك الساعه 7. هتحبها الساعه 7، طب والساعه 8 هحب ايه حاجه تانية؟ هحب البيتزا. والساعه 9 هحب العربيه. والساعه 10 هحب الماتش. مفيش الكلام ده، الكلام ده غلط. افعال الشعور ما ينفعش نحط لها ING. كلمه love ما ينفعش نحط لها ING. اقول I love pizza، ما ينفعش اقول I am loving you. I am loving you معناها بحبك مؤقت. ينفع تقول لها بحبك مؤقت؟ تزعل وتجيب ناس تزعل. ما تقولهاش بحبك مؤقت، دي ابدا غلط. اقول I love. برافو عليك. يبقى افعال الشعور زي I hope، مفيش I am hoping انا بأمل امل مؤقت، لا. مفيش I am wishing I wish. يبقى دي اسمها افعال الشعور والملكيه والراي، هي افعال دائما تاتي present simple. افعال دائما تاتي present ايه؟ simple. برافو عليك. اما خلي بالك بقى، بستخدم الام والايز والار والفيرب مضاف له ING لما يكون عندي حاجه بتحصل دلوقتي، يعني بشكل ايه؟ قال لي بشكل مؤقت. اما البريزنت سيمبل خدناه هو حاجه بتحدث بشكل ايه؟ برافو عليك، ريجولار يعني دائم. هنا ده حاجه بتحدث بشكل مؤقت. بس في حته عايز اقول لك عليها. انا بقول ان هو عاده بيشتكي من مرتبه. هنا هو حاجه بتحصل دائما بس حاجه وحشه. هنا فعل غير جيد. هل احنا عايزينه يتكرر؟ لا، بنقول ان الفعل ده مش عايزينه يتكرر، عايزين الفعل ده يتوقف. يبقى هو حدث احنا عايزينه يبقى مؤقت، عشان كده هنستخدم اما واذا وار والفيرب مضاف له ING رغم من وجود كلمه ايه؟ كلمه always يعني دائما. برافو عليك. يبقى انا وانت فهمنا الفكره بتاعه الزمن دون. رجالتي الجميله وشبابي الحلوين، عايز اقول لك ان انت تحت ايدك 2 من الليكتشرز المهمه جدا. هكمل لك المنظومه دي ازاي بقى؟ جوه الحصص بتاعتنا هيبقى في حوالي ساعه كامله جزء تاسيسي يرتب مع حضرتك كل الحاجات القديمه. اما الحاجات اللي انا حطيتها النهارده دي هي حاجات تنشيطيه لذهن سعادتك. عايزك تثق في نفسك، عايزك تعرف ان محمد القاضي جنبك جدا. احنا متابعينك جدا باقوى سيستم لحضرتك، اقوى نظام متابعه، اقوى تيم بيرد على استفسارات حضرتك، اقوى تيم بيتواصل مع حضرتك تليفونيا وعن طريق الواتساب، اقوى صفحه ممكن تابع حضرتك في ماده الانجليش. فمش عايزك تقلق، انت قريب جدا للفول مارك. بس انت امشي على التراك بتاعنا وحط نفسك في الرينكينج واجهز. محمد القاضي معاك، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.